في عالم موازي الدنيا فيه مقلوبة بسبب تهديدات ملك الشياطين ورجالته. في شلة معروفة باسم شلة الأبطال قرروا يشيلوا الشيلة وياخدوا على عاتقهم مهمة محاولة هزيمة ملك الشياطين وجنرالاته. يوجا اللي عامل فيها قائد الشلة سأل صحابه إذا كانوا متأكدين من القرار ده ولا إيه النظام، عشان مفيش رجوع يا جدعان في النقطة دي. وثلاثة أكدوا إنهم جاهزين تماما يطحنوا ملك الشياطين حتى لو فيها موتهم. الساحرة بتاعت الشلة قالت ليوجا يفكك من القلق، لأنها عملت تحرياتها وبحث كده عن كل عضو في جنرالات ملك الشياطين، وشايفة إنهم يقدروا يفرموهم لو مشوا على الخطة بالظبط. يوجا ابتسم لهم والكل استعد عشان يدخلوا القلعة للمعركة الأخيرة والفصلة ضد سيد الشياطين. وأول ما عتبوا من الباب الرئيسي حظهم طلع مهبب وقلب غم، لأن أول خصم طلع لهم هو كابتن الجنرالات يوكي بشحمه ولحمه. يوكي قال لشلة الأبطال إنه بقاله حبة حلوين مستنياهم يوصلوا، وقال لهم لو عايزين يحطوا ولا صباع واحد على ملك الشياطين لازم يعدوا عليه هو الأول، ومستحيل حد فيهم عنده القدرة إنه يهزمه أصلا. السحرة قررت إنها سمعت رغي كتير وراحت قطعت كلامه بقلة ذوق ورمت كورة نار في وشه. يوكي هش كورة النار ولا كأنها دبانة، وقال لهم إنه كان عارف إن شلة الأبطال ضعاف، بس ما كانش يعرف إنهم فتة للدرجة دي إن سحر النار بتاعهم يتصد بأبسط تعويذة دفاعية. تانك الدبابة بتاع الشلة نط فورا لقدام عشان يحاول يقطع الشيطان حتت، بس مفيش فايدة. يوكي فادى كل ضرباته ببرود قبل ما يرد له الواجب بشلوت في جسمه طيره بعيد. في الحال الكاهنة الداعمة للشلة اللي اسمها سيليا استخدمت سحرها عشان تقوي يوجا، اللي جهز نفسه فورا عشان يستخدم واحدة من أقوى هجمات سيفه الأسطوري إكسكاليبر. بس يوكي ما اتحركش ولا سنتي من مكانه واستخدم هجومه الخاص اللي اشتبك مع القوى السحرية للبطل وغلبها في الآخر، وضربهم كلهم بموجة طاقة مظلمة نيمتهم كلهم ننة. وهو بيتشك عليهم عشان يشوف هيعمل معاهم ايه، لمح سيليا مرمية ورا، وفجأة أدرك إنها طيب بتاعه بالظبط وفتاة أحلامه. أفكاره اتقطعت بصوت جنرالاته اللي بيسألوه يخلصوا على الشلة دي ولا ايه عشان ما يعملوش قلق تاني. والجنرال الأخضر سأل يوكي هو كان بيبحلق في الكهنة بتركيز كده ليه. قام يوكي مصرف السؤال فورا وقال إنه بس كان بيفكر هيعمل ايه مع الناس دي. الراجل اللي من غير راس سأل إذا كانوا يخلصوا عليهم ويريحوا دماغهم ده، بس يوكي قال لهم إن الأفضل يرموهم بره القلعة وخلاص، وأمرهم يشيلوا البني آدمين دول بره ويسيبوهم جنب أي قرية مش بعيدة قوي عن المكان ده. الجنرالات الثلاثة نفذوا الأمر وشالوا شلة الأبطال لبره. والجنرال الأخضر قال ليوكي إنه لازم يبطل الحركات دي عشان أكيد هيقع في مشاكل مع ملك الشياطين المرة دي. يوكي قال له ما يقلقش من ملك الشياطين دلوقتي، وخد بصة أخيرة على سيليا وودعها في سره وهم بياخدوها بعيد. شهر عدى من يومها وشلة الأبطال مكملين محاولاتهم عشان يحصروا القلعة، بس في كل مرة يوكي بيغلبهم بسهولة وبيرميهم بره. وفي يوم ملك الشياطين بنفسه استدعاه هو ووزيره وسأل يوكي انت ليه لسه ما قتلتش شلة الأبطال لحد دلوقتي؟ الوزير قعد يتريق عليه ويقول ان شلة الأبطال دول اكيد ضعاف جدا طالما بيخسروا قدام شوية فرافير زي يوكي. البلاط كله قعد يضحك على الإفيه ده، ويوكي قضل موطي راسه ومردش بكلمة. ملك الشياطين اتكلم تاني فالصمت عم في المكان، وقال ليوكي ان المرة الجاية لو شلة الأبطال خرجوا من القلعة عايشين فالمهمة الجاية عشان يتعامل معاهم هتروح لمرؤوسيه الجنرالات التانيين بداله. يوكي فكر فورا في رجالاته وقرر انه مستحيل يحصل ده، ووعد ملك الشياطين انه هيتأكد ان المرة الجاية لما الأبطال يدخلوا القلعة مش هيخرجوا يشوفوا نور اليوم اللي بعده. لما رجع جناحه رقد على سريره وقعد يفكر ازاي يتعامل مع شلة الأبطال مرة واحدة وللأبد المرة الجاية اللي يدخلوا فيها القلعة، لأنه ما ينفعش يخليهم يحاربوا الجنرالات الصغيرين لأنهم ملهمش فرصة قدام الأبطال. قعد يفكر إن شلة الأبطال قوية كفاية إنهم يهزموا ملك الشياطين نفسه بسهولة، بس هو قادر يوقف حالهم بس عشان عنده مهارات أوفر باور خارقة وأقوى منهم كلهم مجتمعين. أسبوعين عدوا وأخيرا شلة الأبطال دخلت القلعة تاني. المرة دي يوكي قرر إنه هينهي الموضوع ده خالص. قال لقائد الشلة إنه المفروض يتعلم من غلطاته وما يفضلش يزعجوا كل أسبوعين بدون أي سبب غير إنهم بس ياخدوا العلقة التمام. يوجا نط فورا لقدام ومعاه التانك أبو شعر أحمر ريفن، وحاوطوا يوكي بسرعة لهجوم مزدوج من اتجاهين مختلفين، بس يوكي كان سريع جدا عليهم وعرف يتوقع الضربة ويصدها قبل ما يعمل هجوم مضاد بانفجار سحري بنفسجي أكبر الولدين يرجعوا لورا. الشباب افتكروا إن يوكي خلص، بس للمفاجأة يوكي ما ادهمش وقت يظبطوا وقفتهم وضرب انفجار سحري تاني لبس فيهم وهبدهم في الحيطة. سيليا جريت فورا ناحية الجوز عشان تعالجهم وتتأكد إنهم كويسين، وسابوا ميكا ورا عشان تعطل يوكي وتشتري وقت لسيليا. تعالج يوجا ورافن. ميكا ضربت عليه فورا R15 اللي يوكي عرف يصده، بس مع الضربة دي رمت كمان كرة نار لفة بتأخير في الانفجار، خدت يوكي على اخوانه وانفجرت في وشه، بس ولا فرقت عشان بفضل إحصائياته الخارقة الموضوع ما أثرش فيه أصلا. ميكا استغربت إزاي جنرال مجرد يكون بالقوة دي، بس
الخدعة اشتغلت وادت سيليا وقت كافي تعالج الشابين لدرجة إنهم يقدروا يدافعوا عن نفسهم تاني. يوكي ضحك عليهم وقال إن مفيش حاجة هتتغير مهما حاربوه كم مرة، بس يوجا ما كانش ليه مزاج للكلام وطلع سيفه واستعد لهجوم مضاد أخير. سيفه بدأ ينور وهو بيجمع كل الطاقة في النصل وجري على يوكي عشان ينهيه بضربة أخيرة. بس لما الدخان انقشع سمع صوت يوكي تاني بيسأله إذا كان صدق دلوقتي إنهم مش هيقدروا يهزموه مهما حاولوا. يوجا رجع لورا مستعد لهجوم تاني وقال ليوكي إن ما عندهمش خيار ولازم يهزموا ملك الشياطين بأي تمن. وللمفاجأة يوكي عرض عليهم يعدوا ويوصلوا لملك الشياطين لو سابوا سيليا ورا مؤقتا. يوجا كان ضد العرض ده لأنه ما بيسيبش زمايله ورا، بس ميكا عقلته وقالت له دي حياة كاهنة واحدة قصاد ملايين الناس. يوجا كان لسه متردد، بس سيليا اتكلمت من ورا وقالت لأعضاء فرقتها يسيبوها ويكملوا هم، وبكده البطل وعد إنه يرجع لها أول ما يخلصوا على ملك الشياطين، وعدى من البوابة للأوضة اللي بعدها. في الكهف يوكي بدأ يحس بإحراج إنه لوحده مع سيليا وسألها عاملة إيه. سيليا كانت لسه قلقانة وقالت ليوكي إن حتى لو هي عارفة إن ملهاش فرصة قدامه هتفضل تحارب للنهاية، وراحت ضربت عليه انفجار سحري. يوكي صده وقال لها فورا تهدى عشان ما عندوش أي نية يأذي شعرة من جسمها. ده حيرها وسألته أمال ليه خلاها تفضل ورا. يوكي جمع شجاعته وأخيرا اعترف إنه وقع في حبها من أول مرة شافها في القلعة ونفسه يخرج معاها في ديت مواعدة. دي كانت آخر حاجة سيليا تتوقعها واتصدمت صدمة عمرها ومش عارفة تقول إيه. ببساطة اعتذرت له ويوكي فهم الفولة، قعد يندب حظه على الأرض ويقول مفيش سبب يخليه يعيش في العالم ده، بينما سيليا لسه مش مستوعبة الموقف وبتتسائل لو دي خدعة تانية من يوكي عشان تنزل دفاعاتها. وقالت إن الشياطين المفروض ما عندهمش قلب فالمفروض ما يحسش بأي ندم، بس يوكي رد إنه مش شيطان حقيقي وإنه كان إنسان في عالمه الأصلي، بس حصل له إعادة تجسيد في عالم ده كشيطان تحت قيادة ملك الشياطين. وقال لها إن السبب إن فرقتها ما قدرتش تهزمه هو إنه سوبر خارق وأقوى من أي حد في العالم ده تقريبا، وادعى إنه مش مسموح له يخرج إلا لو رايح يهاجم قرية بشرية، وده بيكرهه لأنه لسه إنسان من جواه. سيليا سألته لو هو خارج كده ليه ما قتلش ملك الشياطين وعمل اللي على مزاجه. الشياطين هيعينوه ملك الشياطين الجديد وده هو مش عايزه خالص. هنا سيليا ردت وقالت له إنه المفروض يسيب جو الشياطين ده كله ويطلع للعالم الخارجي ويعيش وسط البشر تاني. يوكي فجأة حس بشرارة في قلبه وقرر يقبل العرض، وده كان اليوم اللي اتهزم فيه ملك الشياطين على إيد شلة الأبطال. احتفال ضخم اتعمل في العاصمة الملكية حيث تم تكريم شلة الأبطال من الملك بنفسه، واتعملت زفة كبيرة للأبطال اللي أنقذوا البلد من مخالب ملك الشياطين. يوكي اتفرج على كل ده من بره وقرر يكسر قرونه بنفسه عشان يبان بشري أكتر، واشترى شوية هدوم عادية قبل ما يتوجه لنقابة المغامرين. لقى النقابة كلها فاضية وفي بس موظف استقبال شكله مكشر قاعد ورا المكتب. يوكي سأله بابتهاج لو ينفع يتقبل في النقابة، والراجل اللي اسمه كرامون طلع تنهيدة إحباط لأن كل الناس خدوا إجازة عشان احتفالات النصر ضد الظلام. بس هو المنحوس الوحيد اللي كان لازم يجي الشغل النهارده. سجل يوكي كمغامر وسلمه كارنيه المغامرين وحذره انه ما يضيعهوش لان اعاده اصداره حوار كبير. كم اسبوع عدى وكان يوكي فيهم نازل طحن بيخلص مهمه ورا التانيه، وبقى اسرع مغامر يعلى في الرتب ووصل للرتبه دي من في اسابيع. بقى هو حديث النقابه دلوقتي، وحتى كرامون مسكه وساله ازاي بيعلى بسرعه كده مع انه المفروض لسه مستجد على الابيض. يوكي ما كانش عارف يرد بيه وببساطه اداله شويه من المهمات اللي كان عايز ياخدها. لما سيليا ظهرت من العدم وطلبت تقابله لوحدهم خدته بيتها وقالت له انها عايزاه يسيب نقابه المغامرين، وشرحت له انه بما ان ملك الشياطين مات الدول بتحاول تستولي على سلطه وموارد اكتر، وفي دول بتحاول تحتل جرينلاند بعد ما احتلوا فنزويلا بالعافيه، وشرحت ان ناس مهمه من دول كتير بيحاولوا يعينوا اقوى مغامرين يلاقوهم. وادعت ان جيف بيزوس عرض ايد مراته للجواز على البطل يوجا على امل انه يكسبه كبيدة ويستخدمه لمصلحته العسكريه، وقالت ان بالسرعه اللي هو بيعلى بيها في الرتب دي مساله وقت قبل ما دوله تحط عينها عليه وتحاول تضمه، وده هيكون كارثه لانه هيكون المعادل البشري لقنبلة نووية. يوكي وعدها انه هيهدي اللعب شوية ويتأكد انه ما يبقاش ملفت للنظر. في اللحظة دي سيليا ندهت عليهم في اوضتها وقالت ليوكي ان بيجي لها عروض جواز لبنتها، وحتى البطل نفسه اتقدم لسيليا. ده خلى يوكي يغلي وبدأ يرغي ويشتم في الشادز الشباب الحلوة زي الانسلز المعقدين، بس سيليا قالت له يخرس لانها رفضت كل طلباتهم بالفعل. لما سمع كده يوكي بص لأمها وقال انها طالما رفضته مرة هو هيكمل عيشه كمغامر، ولما يقدر يوفر لها حياة كريمة ساعتها هيتقدم لها تاني ويشوف لو الإجابة هتختلف. الكلام ده الظاهر انه ريح الأم وسابتهم لوحدهم. يوكي قرر يستأذن وقال لسيليا انه هيشوفها قريب، وبكده رجع لعيشته المتواضعة مستني بفارغ الصبر الوقت اللي يقدر يتقدم لها تاني. كام يوم عدوا ويوكي قرر ياخد مهمة جديدة لقتل كايميوا، وحش مركب عمال يهاجم القرويين بدون أي سبب. كرامون قالوا ان المهمة دي هتاخد منه اسبوع على الأقل، ده لو مش أكتر. بس جوه الغابة لما قابل الكايميرا بجد أدرك ان الموضوع مش صعب قوي يتعامل مع الوحش ده. الوغد اللي شكله نص فرخة على نص تعبان هجم عليه كذا مرة، بس مفيش فايدة لأن يوكي أسرع منه بكتير وفضل يرهقه قبل ما في الآخر يستخدم هجوم الصاعقة ويقضي عليه نهائيا. وبكده جمع كل ريش الوحش
الوحش كدليل على إتمام المهمة، وأدرك إنه يدوب خد نص يوم عشان يخلص على الوحش، وده معناه إن ممكن يعلى في المستويات أسرع من ما توقع. وقبل ما يلم حاجته ويمشي حس بحضور حواليه، وفجأة فارس طلع من الشجر وحاول يطعنه في رقبته، بس يوكي فداها بسهولة. وفجأة لاحظ كائن طائر فوقيه بيحاول يخرم عينه، بس يوكي استخدم سحر وعمل حاجز وصده. وقبل ما يلحق ياخد نفسه ويعرف مين بيهاجمه اتهاجم من جنية ألف صغيرة اللي عرفها فورا إنها شيك تابعه القديم. نده عليه وقال إن هو بس بشكل مختلف. وشيك وقف في آخر لحظة متفاجئ إنه سمع اسمه، خد ثانية عشان يستوعب إن ده الكابتن بتاعهم، والباقيين كمان طلعوا من مخابئهم محتارين. شيك قال إنه افتكروا واحد من المغامرين الرزلين اللي طالعين يقتلوا الشياطين وعشان كده هاجموه. الاتنين هاربي وديوك اتصدموا لما شافوا إن الكابتن بتاعهم لسه عايش، لأنهم افتكروا إنه مات مع ملك الشياطين لما الإمبراطورية وقعت. يوكي قال إنه مبسوط بجد إنه شايفهم كلهم بخير، بس ديوك نط في كرشه وسأله هو راح فين وسابهم لوحدهم لما ملك الشياطين وقع. ديوك قال إنهم كانوا علقانين جدا ودوروا في كل حتة عشان يلاقوه ومفيش فايدة. وفجأة لاحظ كمان إن يوكي ملوش قرون ولا جناحات وشكله بقى بشري أكتر. ده حير ديوك اللي سأله قرونه راحت فين وليه لابس زي البشر. يوكي قاله يخرس ويسيبه يشرح، وبدأ شرحه المختصر جدا عن إزاي هو واحد سمبي كبير اعترف بحبه للكاهنة من شلة الأبطال واترفض، وعشان كده عايش كبشري ومغامر. أتباعه كانوا محتارين إزاي كابتن جنرالات ملك الشياطين فجأة يعيش كبشري. يوكي قال لهم إنه اختار الطريق ده بنفسه وهم أحرار يعملوا اللي هم عايزينه في العالم اللي بقى مسالم أكتر ده. التلاتة رفضوا فورا وقالوا إن هم عايزين يلزقوا فيه ويعيشوا كبشر، وهم كمان مهتمين جدا يقابلوا الشخص اللي هو وقع في حبه. يوكي قال لهم يفكروا بواقعية شوية لأن ده ما ينفعش يحصل لأنهم واضح إنهم شياطين ومش هيكون ليهم مكان في عالم البشر. التلاتة اتفقوا إنه لو الكابتن بتاعهم عرف يغير نفسه عشان يبان بشري هم كمان يقدروا. لما سمع كده يوكي وافق يخليهم معاه وخدهم يقابلوا سيليا اللي اتفزعت لما عرفت إن يوكي خلع جناحات هاربي وبهدلته إنه حتى ما فكرش مرتين قبل ما يعمل كده حتى لو عايزهم يبانوا بشر. خلع جناحات هاربي أكيد كان مؤلم جدا. هاربي حضنت سيليا وبرطمت إنها لطيفة، وحتى ديوك وشيك انبهروا وسقفوا لها، وبكده كلهم دخلوا القصر بتاعها عشان يشربوا شاي. وسيليا سألت ديوك إذا كان ده حقيقي إنهم كلهم أتباع يوكي، وعلقت إن شكلهم مش شياطين قوي. ديوك قال إنه في الحقيقة فارس بلا رأس، وهاربي هي هاربي، وشيك بيكسي جني، وكلهم مخلوقات شبيهة بالبشر بدل ما يكونوا شياطين صافية. يوكي اتفاجئ من كمية الرغي اللي ديوك بيرغيها لأنه ما كانش بيتكلم كتير زمان. ديوك رد إنه ما كانش بيتكلم كتير بسبب الكابتن نفسه، لأنه لما يوكي جالهم الأول كقائد ليهم كان بيكرهوا كره العمى. من ساعة ما يوكي جال العالم ده كان تقريبا منعزل تماما وما بيكلمش حتى أتباعه، واتجرأ كمان إنه يقلل أدبه ويطنش الأوامر اللي جاية من المشرف المباشر بتاعه زد، اللي قال إن التعامل مع يوكي مضيعة للوقت. لما سمع كده ديوك قرر إنه هيتعامل مع الكابتن الجديد الرزل ده بنفسه ويعلمه الشغل بيمشي إزاي بالعافية. بس يوكي طلع كبير قوي على ديوك اللي خد علقة موت من الكابتن بتاعه، وده خلى عنده احترام جديد للقوة اللي يوكي بيمتلكها. سيليا قالت إن شكلهم بيعزوا الكابتن بتاعهم جدا دلوقتي، وديوك اعترف إن التلاتة بدأوا يهتموا بالكابتن والكابتن بيهم. في اللحظة دي يوكي أدرك إنه مش سامع صوت لعبة هاربي وشيك وحاول يلاقيهم، وأدرك إنهم مش عارفين حجم المصيبة اللي هتحصل. لقوا الكلام طلع إن سيليا مخبية شلة شياطين عندها. بسرعة لقوا شيك نايم على حجر أم سيليا اللي قالت إنه كان بيجري في الجنينة بس هلك نفسه بسرعة وراح في النوم. يوكي اعتذر لها فورا وقال إن شيك ده صاحبه وما يعرفش الأصول، بس أم سيليا قالت له ما يهمكش هي بتحب الأطفال. يوكي سأل إذا كانت شافت بنت بتلعب معاه، وأم سيليا قالت إن صوفيا الخدامة بتاعتهم خدت البنت دي جوه القصر. كلهم جريوا بسرعة على القصر قلقانين هاربي ممكن تعمل إيه لو خافت، بس لقوها شكلها كيوت ومحترمة جدا في لبس خدامة صوفيا لبسته لها. صوفيا قدمت الخدامة فورا لسيليا والباقيين على إنها موظفة جديدة اسمها هاربي، بس سيليا شرحت إن دي في الحقيقة صديقة يوكي. صوفيا اعتذرت وقالت إن كان في خدامة جديدة المفروض تبدأ شغل النهاردة وده اللي لخبطها. يوكي قال لهاربي تروح تغير، بس هاربي قالت له إنها عايزة تشتغل وسألت صوفيا لو ينفع تشتغل هنا. صوفيا ابتسمت وقالت إنها هتوريها سكن الخدمة حالا. ومع حلول المساء يوكي واصحابه ما عدا هاربي جهزوا عشان يمشوا، وشيك بيدعك في عينه بكسل وبيبرطم قد إيه هاربي محظوظة إنها هتفضل في القصر الكبير. سيليا قالت لهم يزوروا في أي وقت، وأمها خدت يوكي على جنب وقالت له إن سيليا كانت مشغولة بشغل كتير مؤخرا وما كانش عندها وقت ترتاح بقالها فترة، فهي هتتأكد إن سيليا تاخد إجازة بكرة، وطلبت من يوكي ياخدها في ديت خروجة. تاني يوم الصبح يوكي كان واقف مستني بفارغ الصبر بره ميدان المدينة عشان سيليا توصل، ووصلت فعلا في عربيتها الجميلة اللي بيجرها 2 جريفن، ونزلت بسرعة من العربية. بس كانت مغيرة شكلها تماما ولابسة زي العامة ولابسة نضارة كعب كوباية سميكة. يوكي اتسحر بجمالها ومسك ايدها قبل ما يبدأوا يلفوا في المدينة. سيليا كان باين انها مهتمة بكل حاجة، واي حاجة صغيرة تشوفها. وقفت عند محل كيك وترجت يوكي يروحوا يشربوا شاي بعدين في المكان ده. راحوا كذا مكان تاني ولعبوا مع قطط وقاسوا فساتين جديدة، ويوكي كان اخيرا هياخدها محل هدايا عشان يجيب لها هدية رقيقة تفتكر بيها اليوم. بس حظه قلب نحس، حيث اتضح ان البطل يوجا وميكا كانوا هما كمان خارجين في ديت النهارده بلبس مدني. يوجا جري فورا على سيليا وبدأ يرغي معاها ومتجاهل تماما يوكي اللي واقف جنبه.
جنبه. يوجا قال لسيليا إنها لازم تنضم ليهم، وده يوكي ما حبهوش خالص. الحمد لله سيليا ردت إنها خارجة مع صديق النهاردة هي كمان، وساعتها يوجا أدرك إن يوكي موجود بس برضه مفرفش معاه، وورد إنه يقدر يجي هو كمان لو عايز. وبكده دخل محل الهدايا مع سيليا، وسيليا وميكا ويوكي ورا. ميكا كان شكلها قفشة زي يوكي بالظبط، وقالت إنها تتمنى سيليا تقع في حب واحد عامي زيه. ده خلى يوكي يفرح شوية، بس بسرعة أدرك إن ميكا كانت تقصد ده كإهانة لسيليا مش أكتر، وأدرك إن ميكا دي شكلها شخصية زبالة جدا. في الوقت ده البطل لسه جوه محل الهدايا بيكلم سيليا. يوكي بيفكر في حقيقة إن سيليا رفضت عرض جواز البطل مرة قبل كده. أي راجل عاقل كان هيلف ويمشي ويسيب البنت في حالها، بس البطل لا شكله ما عندوش دم بزيادة. بس يوكي قرر إنه مش هيستسلم بسهولة هو كمان. دخل المحل واختار سلسلة لسيليا وسألها لو عجباها. وش سيليا أحمر وردت إنها شايفة إنها جميلة جدا. وفجأة يوجا نط في النص ومعاه تاج زمر الضخم، وبيتباهى إنه أغلى حاجة في المحل كله، وشال طاقية سيليا عشان يلبسه لها. نضارة سيليا وقعت على الأرض، والجمهور عرفها فورا إنها سيليا الكاهنة، وإن الباقيين أكيد ميكا ويوجا. الجمهور حاصرهم تماما، بينما يوكي اتساب ورا لأنه تقريبا ولا حاجة. جري بسرعة ورا الزحمة يحاول يلاقي سيليا، بس بدلها خبط في السياف الطويل اللي اسمه ريفن، اللي كان هو كمان محاصر بشلة بنات. قرر يساعد المسكين ده وشتت انتباه البنات قبل ما ياخد ايده ويجري بيه في حارة. قرر يمشي بسرعة بس ريفن وقفه. يوكي اتفاجئ بأن صوت ريفن بنوتي جدا، بس ما كانش عنده وقت للكلام ده. ريفن سأله إذا كان يحب يبقى صديقه لأن كل الناس بتتريق على صوته. يوكي وافق ورجع يكمل تدوير على سيليا، وبسرعة لقاها في تنكرها جنب ولد صغير مضيع أمه في الزحمة. يوكي قرر يساعد، ومع بعض بدأوا يدوروا على أم الولد. يوكي قال لسيليا تروح هي، بس رفضت وكملوا تدوير. تاني يوم الصبح لما يوكي راح يقابل سيليا، أمها قابلته وقالت له إن سيليا أغمى عليها الصبح من الإرهاق بسبب الدوشة بتاعت امبارح. اعتذر لأنه ما كانش قادر ياخد باله منها، بس أمها قالت له ما يهمكش لأن الغلط كان راكب البطل من ساسه لراسه باللي عمله ده، وزيادة على كده هو اقتحم بيتهم وصمم إنه ياخد باله من سيليا. بس صوفيا طردته بره، وللمفاجأة أمها ادته إذن يشوف سيليا، ودخل أوضتها لقاها في السرير، وهناك اتكلموا عن قد إيه امبارح كان يوم مجنون. وبعدين سيليا طلبت منه يخرجها تاني المرة الجاية لما يكون عندها يوم فاضي. ده خلى يوكي يطير من الفرحة وبدأ يتنطط، وده خلى سيليا تضحك، وده أدى إنها تكح. وصوفيا بعصبية طردت يوكي بره. وهو راجع بيته قابل رافن اللي طلب منه نصيحة. قال إنه في بنت بيحبها ودايما كانت طيبة معاه، بس مش عارف يقولها إنه بيحبها إزاي بصوته ده. يوكي اداله كلمتين تشجيع وقال لها روح يا وحش، وكسر الدنيا. وللمفاجأة رافن شكره، وبعدين بدأ يتحرك ناحية بيت سيليا، وده خلى يوكي يدرك برعب إنه بيحب سيليا. بس هنا الفيديو بيخلص. افتكروا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. شكرا للمشاهدة، وأشوفكم المرة الجاية.